ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد في جولة هنتعرف على كل الانواع القماش الموجود. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو عايزاكم كلكم تكتبوا تحت الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بينا هنبدأ جولتنا وهتعرفوا كل الانواع وكل الاشكال، هتعرفوها بالتفصيل. يلا بينا نبدأ الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الناس اللي بتتابعني في كل حتة في مصر عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة حلقة مختلفة جدا عملتها لكم بناء على طلباتكم. هنعمل جولة كده سريعة من احسن محلات القماش الموجودة في محافظة اسوان. هتشوفوا ايه احدث حاجات وايه الاسعار، وهتتعرفوا على كل حاجة وهتشوفوها بعينكم كأنكم موجودين في المحل. ما تنسوش تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو وتكتبوا لي كومنت تحت الفيديو. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. في الفيديو هوريكم تشكيلة قماش كتيرة جدا. طبعا الاسعار ممكن هتلاقوها مختلفة كتير، لاني من وقت ما صورت الفيديو طبعا الاسعار عليت قوي، بس الهدف ان انتوا تشوفوا الانواع الموجودة وتعرفوا يعني رينجهم عامل كام بالنسبة لترتيب الاعلى في الاقل في السعر عامة، عشان تبقوا عارفين ايه الشكل اللي عاجبكم لما تروحوا. شوفوا الفيديو للاخر لانه هيفرق معاكم. وما تنسوش تعملوا لي فولو، ولو مشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس واكتبوا لي كومنت برايكم تحت، وهتلاقوا لينكات الفيس والانستا وكل حاجه تحت الفيديو. اعملوا لي فولو هناك. عشان استاذ ملاك هياخدنا جوله كده في المحل، وهنعرف ايه احسن حاجات تستخدم في الانتريهات وفي الركنات وفي الصالونات، والوانها وخاماتها ورينج الاسعار، كأنكم جيتوا المحل بالظبط. وان شاء الله اول ما هتيجوا هتلاقوا كمان تشكيلة اكتر من المعروضة. يلا بينا نبدأ يا استاذ ملاك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. الله يخليك، الله يبارك فيك. شرفت المحل، ونتمنى ان شاء الله ان الحاجات الموجودة عندنا تعجبكم وتنور رضا من مشاهدينك. الله يبارك. ونبدأ اول حاجة بالقماشة دي واسمها برشلونة، وفي منها الانواع دي نوع من انواع الجلد المشغول. ولو قربنا من القماشة هنلاحظ اللمعة النحاسي بتاعت الجلد في القماش نفسه. شكلها شيك جدا. هي فعلا دي تعتبر احدث حاجة نزلت في الاسواق حاليا يعني. في منها الوان كتير بقى. دي بتستخدم في ايه بقى يا استاذ ملاك؟ دي القماشة دي ممكن يتعمل منها القماشات بتاعت الصالونات، شغل الصالونات، لانها كلاسيك، بتميل للكلاسيك اكتر. وممكن يتعمل منها برضو الشغل التركي حضرتك عارفه برضو، وممكن يتعمل منها شغل الركنات. معلش نعلي صوتنا شويه يا استاذ ملاك عشان الصوت بره دوشه، معلش يا جماعه. ماشي حاضر. دي الرينج بتاعها تقريبا كده يعني في حدود من 55 ل 65 جنيه. تمام، تستاهل اكتر من كده اصلا. هي يعني انا قماشه عاليه وخامتها ممتازه. القماشه جميله جدا جميله جدا، وتنفع مودرن وتنفع كلاسيك. تنفع الاثنين. ماشيه مودرن وماشيه كلاسيك. اسمها ايه؟ اسمها برشلونه. اسمها برشلونه. برشلونه. هو تقريبا كمان اقدر اقول لحضرتك ان مفيش حد في اسوان جايب القماشه دي غيرنا. ما انتم منفردين بكل حاجه حلوه. باستمرار احنا ايدينا في المحل، فهتلاقي كل يوم في جديد في المحل. شايفين الجمال يا جماعه؟ شايفين؟ حلوه قوي. دي بيبقى منها المشغول والساده. في منها، هي كلها دي كده تعتبر مسمى بتاعها القماشات الساده. لو بصينا كمان هنلاقي الاوف وايت بتاعها ده تحفه قوي بقى. ده بيمشي. ده ممكن تنزله لنا شويه كده؟ اتفضل يا باشمهندس. شايفين يا جماعه حلو ازاي؟ اللون ده تحفه تحفه ورقيق وشيك وسيمبل وكل حاجه. في اللون النحاسي كمان اللي فوق منه. ده حاساه جديد كده ومطرقع. ينفع مع الناس اللي بتحب الغوامق شويه. ايوه بالظبط كده. ولو انت عامله العفش عندك اوف وايت مثلا، او الناس اللي بتعمل اسودات، هينفع معاكم جامد جدا يعني. اللون ده برضو جميل جدا. الكشمير. شايفين النقشه بتاعته جميله ازاي؟ اللمعه النحاسي برضو باينه في القماشه. حلو قوي. والنوع الجميل اللي بعده ده بقى ايه؟ بعد كده هنا في اللي هو الصوت عشان الناس هتسمع بس.
بعد كده لو بصينا هنا هنلاقي القماشه المنقوشه اللي هي فيها الفرع الفضي او اللمعه الفضي اللي بتبقى موجوده فيها. ممكن تعملوا كرسي مختلف يعني يبقى الطقم كله ساده وكرسي مختلف، كرسيين. ما هو ده بقى اللي هي الشغل التركي اللي بتعمل كنبتين في الانتريه مثلا، كنبه لون وكنبه لون، يبقى واخدين الكرسيين بيبقوا منقوشين. تمام. وايه الالوان الحلوه دي؟ ده اسمها ايه؟ زي دي شانيليا، اسمها ايه الثانيه؟ جلد مقلوب. دي جلد مشغول اللي هنا، ودي جلد مقلوب. جلد مشغول؟ انت قلت لي اسمها بس. برشلونه. دي جلد برشلونة. مشغول. جلد مقلوب. ودي جلد مقلوب. شايفين جميله ازاي؟ دي القماشه دي اسمها فيردي. ودي درجاتها يعني. ودي درجاتها برضو. في منها الاوف وايت دوت. ده حلو قوي الاوف وايت ده. حلو ده. في منها كمان اللون الموف ده. ده تحفه. ده العنابي ده. عايزين نشوف ظهر القماشه عشان الناس اللي ظهريه القماشه البطانه اهي. هذه البطانه بتاعت القماشه. شايفين ظهرها حلوه قوي. حلوه قوي بجد. وتنفع ركنه وتنفع صالون تنفع كل حاجه. وتنفع انتريه. والمستردة فوق يعني ينفع مع الوان كتير ولون جديد، فهيدي لك شكل جديد للبيت. دي رنجاتها في حدود كام؟ رنجاتها من 50 ل 55 برضو. من كام؟ من 50 ل 55. تمام. يعني برضو الفيردي في منها انواع، في منها النوع اللي بيبقى العادي وفي منها النوع المحمل. ده النوع الايه؟ لا احنا عندنا النوع المحمل اللي هو القماشه بتاعته تقيله. اللي هي لا بتوبر ولا بيحصل لها اي حاجه، عشان الناس اللي بتقلق من الكلام ده. شغل الجلد المقلوب ما بيوبرش. هذا احنا بنتعامل مع الدرجات العاليه لان بيبقى وزن المتر اكتر من 400 جرام. وزن المتر الوزن نفسه يعني. طيب النوع بقى اللي بعد كده ده ايه؟ النوع اللي بعد كده دي برضو قماشه لسه جديد اسمها اليسا. برضو احنا بنتعامل بيها هنا في اسوان. حلوه قوي. في درجات منها يعني كذا درجه. الدرجه اللي انتوا عايزينها هتلاقوها. في منها الرصاصي الغامق والسيلفر والسيلفر الفاتح والاوف وايت. حلو الاوف. في منها كذا درجه. معرفش انا بحب الاوف وايت قوي، معرفش ليه، بس هو حلو. والازرق اللي فوق ده حلو جدا. والازرق يعني اللي فوق ده برضه. انا عايزه اوريكم بس من قريب. شايفين فيها تشعيرات كده تحسها زي الرخام. واللون نبيتي ده كمان جميل. لا وتحس ان فيها لمعه. ما هو القماشه دي مختلفه، فيها لمعه عن بقيه القماشات. يعني في قماشه بنبص فيها اسمها اليسا. دي اسمها اليسا. دي عامله في حدود كام؟ دي الرينج بتاعها من 55 ل 60. من 55 ل 60. دي بقى ايه بقى؟ دي القماشه دي اسمها مارفل. اسمها ايه؟ مارفل. اسمها مارفل. حلوة قوي المنقوش اللي منها ده، يعني ما فيهوش ورود ولا حاجه. لا خالص. يعني ده ممكن يتعمل منه كوشنز اصلا، يعني مش لازم يتعمل منه الانتريه نفسه او الركنه. ممكن الكوشنز وميكس مع اللونين اللي فوق واللي تحته اصلا تستخدمه في اي لون منهم. يعني فيها كميه درجات تستخدمها مع اي لون فيهم. يعني شوفوا باقي الدرجات بتاعتها، في درجات حلوه جدا. اسمها ايه معلش؟ مارفل. اسمها مارفل. والرينج بتاعها كام بقى؟ الرينج بتاعها من 55 ل 60. من 55 ل 60. في كمان القماشه دي اسمها نيرفانا. اسمها ايه؟ نيرفانا. نيرفانا؟ دي بتستخدم في ايه بقى؟ دي النيرفانا دي برضو بتستخدم في الصالونات، اللي هو الشغل الكلاسيك برضو. بتستخدم في الصالونات في الشغل الكلاسيك لانها برضو يعني هاديه. هي دي على الناحيتين ولا ايه؟ ما فيهاش لمعه قوي. هي دي على الناحيتين؟ لا دي البطانه اللي ورا، دي البطانه. يعني هي مستردة. هي لونها مستردة. بالظبط لونها المستردة بتاعها زاهي وجميل. في منها الزهري اللي هناك دوت. وريني الزهري ده. انا بقى من عشاق اللون الزهري. بصوا الزهري بتاعها تحفه ازاي. دي اكتر ناس بتيجي تاخدها منكم في ايه بقى؟ في الصالونات، شغل الصالونات برضه حلوه جدا. حاجه برضه كلاسيك. وبعدين انت ممكن تاخد مثلا، يعني لو عايز تعمل ميكس طقم، تاخد من شويه من دي على واحده مثلا من الاوفايت. لو انت عندك طقم تعمل ميكس الوان حلو جدا. في منها كمان اللون الموف دوت. حلو قوي. ده لسه القماشه دي لسه جديد اللون ده. جديد باين عليه اصلا. دي رنجاتها نفس الرنجات دي؟ هي دي نفس الاسم ولا دي؟ لا دي نيرفانا. دي مارفل اللي هنا، دي اسمها مارفل، دي اسمها نيرفانا. نيرفانا مارفل. حلوه قوي، يعني درجتين اصلا مختلفين عن بعض. نفس الرينج برضو بتاع المارفل. لان خامتها برضو عاليه. مش عارفه انا عجباني دي قوي اللي فوق دي.
واللي فوق برضو اللي فوق اللي هو لا دي عشان المشكله ان هي فيها كل الالوان فتمشي مع اي حاجه. يعني جميله جدا. النوع ده ايه بقى؟ المنجوشه دي اسمها قطيفه فرنساوي. قطيفه فرنساوي. قطيفه فرنساوي دي بتبقى رنجاتها في حدود. هو المنقوش كله هنا سعر واحد، سعر 50. سعر موحد يعني. طبعا الاسعار دي مش هتلاقوها في حته ثانيه يا جماعه. الاسعار طبعا دي احنا اقل سعر في السوق. ما شاء الله. واللي تحت دول نفس الخامه ولا دي حاجات مختلفه؟ فيردي اللي هو دي القماشه دي فيردي، دي هنا القماشه دي اسطنبول. يعني احنا بنحاول ان احنا نرص الالوانات نقربها من بعض بحيث ان احنا نسهل على العميل لما يجي عمليه الاختيار يعني. شايفين ملمسها عامل ازاي؟ اللون ده حلو قوي. واللون اللي بعده ده بقى النوع اللي بعده ده ايه؟ القماشه دي اسمها نابولي. هي قماشه ايطالي. خامتها زي ما احنا شايفين كده. قماشه عاليه حلوه قوي. في الوانات منها، في منها الكشمير وفي منها الاكوا دوت، وفي منها الطوبي ده، وفي منها الزيتي هنا اهو. اللي هي انهي واحده؟ اللي الاخيره اللي تحت. الاخيره. حلوه قوي. في منها في منها اللون البني ده برضو. اسمها نابولي. اسمها نابولي. حضرتك لو مسكتي خامتها كده هتلاقي ان هي خامتها عاليه فعلا. خامتها عاليه. ايوه. ده ظهرها يا جماعه. بالظبط. والفازلين حتى برضو الخامه المعموله اللي في الظهر اللي هو الفازلين اللي هنا برضو شغل محترم، شغل عالي. حلوه قوي. حلوه قوي. دي بقى رينجها بكام؟ وزن المتر فيها عالي برضو. الرنجات بتاعتها من كام لكام؟ دي الرنجات بتاعتها في السبعينات. في السبعينات؟ يعني انا مش من الحاجات مش غاليه يا جماعه وشكلها حلو جدا. احنا بنحاول ان احنا بقدر الامكان. اللون ده عاجبني. يعني اللون ده ما تعرفهوش هو موف ولا هو لافندر ولا هو جراي. هو لون كده ميكس حلو جدا ومختلف، وبصراحه ما شفتوش عند حد. يعني اللون ده انا ما شفتوش عند حد. فيعني لو عايزين رايي تعالوا اطلبوا اللون ده بالاسم. اسمه ايه؟ اسمه جالاكسي. جالاكسي. اسمها جالاكسي. اسمها جالاكسي. نابولي جالاكسي صح؟ ولا دي؟ ايوه نابولي جالاكسي. اللون بتاعها جميل يعني ينفع معاها كل حاجه. والنوع بقى اللي جنبه تمشي لكل حاجه، تمشي لكل شغل. كل الحاجات دي تمشي ركنات وتمشي صالونات وتمشي انتريهات. تمام. عندي بقى الستاند دوت ميكس من مجموعه اقمشه على بعض. نبتدي بالقماشه اللي فوق الاخضر التفاحي ديت اسمها شامبي. القماشه اسمها شامبي. متاخده من الاسم نفسه يعني. دي في منها الوان تاني ولا؟ في منها في الاخضر التفاحي دوت، وفي منها لون الشامبين نفسه. وفي منها الرصاصي، وفي منها البترولي. دي رنجات في حدود كام؟ دي الرنجات بتاعتها في الثمانينات والتسعينات يعني من 80 ل 90 في الحدود. ممكن ناخد ميكس اللي تحتها معاها. ممكن طبعا. لانها فيها منها تعمل بقى كوشنز مختلفه كانها مترخمه كده. بالظبط. شكلها حلو جدا. بالظبط. دي نفس النوع اللي تحتها ولا ده نوع مختلف؟ لا دي حاجه بقى اسمها سافانا. دي قماشه اسمها سافانا. لا انا اقصد اللي فوقيها المنقوشه. لا المنقوش دي برضو قطيفه فرنساوي اللي هو بتاعت نجيب سليم. نجيب سليم. ده بقى النوع ده ايه ده؟ شكله حلو ده. دي القماشه دي اسمها سافانا. سافانا. رنجاتها في حدود؟ الرنجات بتاعتها في الخمسينات. في الخمسينات؟ وبرده اللي تحتها ينفع يمشي معاها. واللي تحت منها برضه ميكس يعني معاها. ينفع يبقى ميكس معاها. يعني ممكن تعملي الماتشنج بتاعها في لو انت في الليفنج ممكن تعملي زي ما قلنا كنبه مختلفه، كرسي مختلف، كرسيين مختلفين، هيبقى ميكس حلو جدا مش هيقيدك بالوان. ممكن تدخلي مع الستاير مستردة، اورنج، في الوان كتير ممكن تدخليها معاها هتدي روح للمكان. بالظبط. النوع ده بقى ايه بقى؟ القماشه دي اسمها مايا. ده ايه الاسماء دي؟ مايا. اسمها مايا. انا حبيتك يا مايا خلاص. يعني اللون جميل. لون جميل برضه حلو. بكام ده بقى؟ الواناته دي الرينج بتاعها الستينات. وفي منها الوان تاني؟ في منها الوانات تاني. ولو حد جه عايز الوان معينه تقدروا توفروا له اي لون؟ نقدر نوفر له. لو هيطلب كميه نقدر نوفر له، حتى لو مش موجود اللون هنا في المحل نطلبه له من القاهره بيجي. بجد؟ يعني
الحاجه لو طلبت تاني يوم بتكون موجوده، مش بنتاخر عن عملائنا يعني. طب اي حد يجي لك يقول لك من طرف الباشمهندسه يعني تظبطه بقى. ده اساس تمام. او اخدت منه وعد اي حد هيجي بعد تمام. الفيديو ده ان شاء الله يلاقي كل اللي هو عايزه. تمام. ودي حلوه قوي. دي بقى نوعها ايه دي كتان مصري. ماشي. بس باين عليها شكلها مع اللي فوق يعني ميكس. جامد. انا اللي عاجبني هنا ان حتى رصه الحاجات عاملين بيها ميكس، حتى لو انواع مختلفه بنحاول بقدر ينفع جدا. يعني مثلا دي ممكن تنفع مع دي وممكن تنفع مع دي. دي ممكن تنفع مع دي يعني لا الرصه حتى عجبتني تفتح النفس كده، واللي تحتهم تنفع معاهم اللي انت ماشيه معاها. يعني بصوا تحتها برضو البني اللي تحتها ماشيه يعني انتوا ممكن يعني لو في ميكس. شايفين الميكس؟ انا شايفه كلهم يمشوا مع بعض. يعني انا شايفه من اول هنا لغايه هنا كل ده يمشي مع بعض. ما انا بقول لحضرتك هو الستاند كله على بعضه كده ميكس مع بعض. لا حلوه قوي. دي نوعها ايه بقى؟ دي برضو فيردي. دي القماشه دي فيردي برضو اللي حضرتك اللي حضرتك شفتيها في الاول. في الاول في تاني ستاند. واللي تحت بقى اللي هي زي واللي تحت دي برضو القطيفه اللي هي نجيب سليم برضو القطيفه الفرنساوي. دي هي القطيفه الفرنساوي. دي رنجاتها في حدود كام؟ دي رنجاتها كلها خمسينات. خمسينات والكتان دي برضو خمسينات. وانتوا ايه اكتر حاجات بتطلب منكم هنا يعني بتتسحب منكم كانتريهات مثلا؟ بالنسبه لشغل الجلد المقلوب عامه اكتر حاجه عليها طلب؟ كل حاجه، كل القماشات اللي حضرتك شايفاها هنا عليها طلب. سواء بس انتوا بترشحوا للعميل كخبرتكم في السوق بترشحوا له ايه احسن حاجه للصالون مثلا على اساس ان هو افخم حاجه؟ ما هو حضرتك هو عامه يعني في المثل بيقول لولا اختلاف الاذواق لما وجدت البضائع. بس اكيد انت بحكم خبرتك عارف ان في حاجه دي اشيك حاجه. اكيد طبعا اكيد. يعني في حاجات بتبقى للعملاء المميزين شويه. العملاء بتوعنا احنا كلهم مميزين. شايفين الكلام؟ يعني بعد الكلام ده لازم تيجوا تشتروا المحل كله. بس انا قصدي يعني ان احنا عشان الناس ما تتوهش معانا نرشح لهم حاجات كركنه، حاجات كانتريه، حاجات كصالون. يعني ممكن 1 2 3 ينفع كصالون. لو ابتدينا 1 2 3 يبقى في المقام الاول النابولي. كايه بقى؟ كجوده. لا قصدي يعني احسن كصالون كركنه. ايه اللي يستحمل الضغط اكتر؟ كصالونات اللي هي بالنسبه للشغل الكلاسيك النابولي طبعا، وزي ما قلت لحضرتك الفيردي خالص اللي هو البرشلونه. ايه اللي يستحمل بقى الركنه عشان دي بتبقى اللي عليها القعده يعني كتير في الليفنج روم. ايه اكتر حاجه بقى نوع ترشحه انت اللي بيستحمل مثلا حاجه زي السافانا ديت؟ تمام. الفيردي. ايوه دي حلوه. والمايه دي برضه تستحمل يعني اللي عنده اطفال بقى وعنده قاعده يعني ما يشيلش هم. الحاجات دي سهل تنظيفها صح؟ سهل تنظيفها طبعا. لا وهي شكلها حلو بصراحه يعني، حتى تحس ان هو مش هيبان فيها يعني الاستخدام يعني. لا طبعا لا ما يبانش عليها. النوع ده بقى ايه بقى؟ حلوه. نيجي بقى للستاند دوت. القماشه اللي فوق دي اسمها اسطنبول، اللي هي اللون يعني هو بين البني وبين النبيتي. يعني هو لون كده اعمل لكم بس زوم عليه اهو. ينفع لكل حاجه، ينفع بني ينفع نبيتي يمشي بني يمشي. ده اسمها ايه قلت لي معلش؟ دي اسمها اسطنبول. اسمها اسطنبول. الرينج بتاعها في الستينات برضه. في الستينات. واللي تحتها بقى؟ اللي تحتها المنقوشه دي كتان مصري اللي هو الرينج بتاعه في الخمسينات، اللي هي حضرتك زي دي اللي هي القطن. دي خامه طبيعيه زيها برضو اللي فوق. دي خامه طبيعيه 80% او 90% قطن. لا هي حلوه قوي. ولونها كده يعني فريحي كده حلو. واللي تحتها دي بقى؟ اللي تحتها دي بقى خامه اسمها كازابلانكا. كازابلانكا. انتوا عندكم كل الدول هنا بقى، اسطنبول وكازابلانكا. كل حاجه هتلاقيها عندنا حضرتك. بكام ده بقى؟ دي الرينج بتاعها في الثمانينات. يعني السبعينات والثمانينات يعني. في بقى دي انا شدت نظري من الاول. انا مش عارفه هي دي بتعكس اضاءات ولا تحس ان هي عامله زي جلد جلد التعبان. التعبان. جلد التعبان او التمساح. هي ايه دي بقى يعني؟ دي قماشه اسمها هيرمز برضو. هيرمز تقريبا برضو احنا بننفرد بيها هنا في اسوان. انا ما شفتهاش في حته تاني. دي بكام بقى؟ ولا شايفين شكلها حلو ازاي؟ دي بصوا بتعكس. الرينج بتاعها عالي شويه يعني في حدود الثمانينات مثلا. في حدود الثمانينات. في حدود 80. لا دي حلوه قوي وشكلها شيك. في منها الوان. ايه بقى الالوان الموجوده؟ في برضو شكل تاني منها، نقشه تاني منها. بص ظهرها. الظهر بتاعها الفازلين الظهر بتاعها برضو عالي. تشطيب عالي برضو. لا اللون ان هو تحس ان هو كذا لون في بعض. ده حركها كده معلش عشان يشوفوا. شايفين لمعه الجلد النحاسي برضو موجوده في القماشه نفسها. مديها شياكه فظيعه يعني.
دي ايه الالوان المتوفره منها؟ عشان انا عجبتني بصراحه. متوفر منها اللون الموف دوت، متوفر منها الجراي، متوفر منها اللون السكري دوت. خلاص احنا لما نوصل هناك تقول لي دي قلت كازابلانكا اسمها ولا ايه؟ دي هيرمس. كازابلانكا هنا. دي كازابلانكا ودي هيرمس. ماشي. وده بقى ودي بقى اللي هو القطيفه برضو اللي هو القطيفه الفرنساوي برضو. هو برضو بنحاول ان احنا ايه حتى شكل الديزاين حلو يعني. يعني يمشوا مع بعض. التصميم بتاعها يعني هي رابطه ما بين الموف ورابطه ما بين البني. يعني انت ممكن تاخد مثلا البني دي وتاخد معاها القطيفه فرنساوي. بالظبط كده. الميكس تعمل ممكن ميكس. تاخد دي اللي هي هيرمس دي وتاخد القطيفه الفرنساوي. برضو حضرتك لو في مثلا ستاره مثلا بينك او ستاره اورنج. ايوه هي ميكس الوان هتبقى حلوه قوي يعني. حاجات كتير يعني. لا حلوه قوي. حتى لو عندكم شغل خشب في البيت، ارضيات خشبيه، سقف CNC، هتبقى حلوه جدا القماشه دي معاها. تمام. دي بقى دي ايه بقى؟ كمان دي برضو نقشه ثانيه من الهرمس. ما انا لسه كنت اقول لك ده هي ولا شايفين اللون برضو حاجه ثانيه برضو من الهرمس. لا بص يعني كل ما بحركها بتدي لون. انعكاس اللون الذهبي برضو حلوه قوي. حلوه قوي قوي قوي. لا بجد اللي هو اللون النحاسي بتاع الجلد. لا انا يعني لما قربت منها غير لما يعني انا بحاول اوريكم كل شويه بلون. لا حلوه جدا دي يا جماعه. انا يعني ريكومند القماشه دي جدا. يعني انا القماشه دي هيرمس، في منها الوان ومش عند حد تاني غيرهم وجديده جدا، فانتوا ممكن بقى تيجي تسالوا عليها بالاسم. دي بقى ايه بقى النوع ده برضو اللي هو القطيفه الفرنساوي. قطيفه فرنساوي. يعني هو القطيفه اللي احنا عندنا هنا في المحل بنشتغل في نوعين بس من المنقوش. اللي هو القطيفه الفرنساوي والقماشه الكتان اللي هي وريتها لحضرتك زي دي. ما دي حاجه من الحاجات اللي عجبتني ان مفيش حاجات شعبيه يعني مش يعني الحاجات مختارينها كويس جدا وينفع يبقى ميكس ما بينهم. ميكس طبعا مع بعضهم. ميكس حلو جدا يعني. لا انا خلاص انا هاجي اخد من دي شخصيا يعني حلوه قوي. تمام. اللي تحت دي بقى ايه؟ دي برضو هيرمس صح؟ برضو هيرمس تحتها. ده اللون ده اسمه ايه بقى؟ انتوا بتسموه ايه هنا؟ ده بنسميه جنزاري. او اللي هو وده بتسميه ايه؟ لا ازرق. ازرق وجنزاري. هما الصراحه الاثنين ينفعوا مع بعض يعني. عايزه اقول لك لا تحفه جدا. لا حلوين جدا والثلاثه زي ما قلت لكم اهم تحسهم كانهم ماشيين مع بعض. احنا دي قلنا رنجاتها في حدود الثمانينات. في حدود الثمانينات. واللي فوق دي بقى الحلوه اللي فوق دي برضو اسطنبول كامبريدج. قماشه اسمها كامبريدج. كامبريدج كده احنا بقى دخلنا على كامبريدج. دخلنا على اوروبا خلاص. دخلنا على اوروبا خلاص. وتحت منها المنقوشه اللي هو القطيفه الفرنساوي. ده في شكل كانه 3D يعني اللي هو الثاني واحد ده بالظبط. وده اسطنبول. ده اسطنبول ده اللي احنا شفنا منه انهي لون قبل شفنا منه اللي هو زي البني او النبيتي يعني. شفنا منه ده لون جراي حلو جدا وبرده تحس ان هو مدي لون تاني يعني. باين في الكاميرا كانه مدي بني في انعكاس. يعني القماشات بتعمل انعكاس يا جماعه. اسطنبول حلوه اسطنبول جدا يا جماعه. حلو. ودي بقى اللي هو القماش المنقوش برضو. دي بقى دي بتاع برضو ميكس مع الجراي اللي فوق منها. لا انا عجباني رصه الحاجات بجد. تسلم ايدك يعني. ربنا يخليك يا هو المكان هنا كل الناس فيه ذوق وحاجاتهم حلوه جدا واسعارهم احلى والتعامل كويس جدا يعني. انا ارشح ان انت تيجوا هنا. ده ايه بقى؟ دي بقى الكازابلانكا. دي شفنا منها حاجه برضه. ايوه اهي شفنا منها دي. يعني دي كازابلانكا ودي كازابلانكا. بس دي شكل غير دي شكل. هو الشكل مختلف. حلوه قوي دي برضو تحس ان هي فيها نحاسي برضو نفس شايفين درجه درجه النحاسي بتاعت الجلد برضو منعكسه في لا ايه الواحد احتار ايه يجيب ايه ولا ايه يا جماعه. طب ايه اللون التحفه ده؟ النيرفانا بقى. دي القماشه النيرفانا اللي احنا شفنا منها الذهبي. دي لازم معلش يعني حته عشان اللون ده لون يعني بصلي مع بعض كده. لا ده تحفه الاثنين مع بعض. هما الاثنين ميكس مع بعض. ودي تنفع صالون جدا. طبعا ما ده الشغل الكلاسيك اللي بكلم حضرتك يعني صالون او ممكن تنفع انتريه. ده ينفع انتريه. ينفع الانتريهات التركي الجديده اللي انتوا بتحبوها دي. وده الصالون الاثنين مع بعض. حتى لو انت هتاخد كل طقم لوحده هيبقوا ميكس مع بعض حلو.
دي اسمها ايه معلش؟ دي اسمها نيرفانا. نيرفانا. اسمها نيرفانا. والدرجه نيرفانا برضو؟ لا درجه اللون دي سيموني. سيموني نيرفانا. دي في حدود كام بقى؟ في الخمسينات برضو، رينج الخمسينات. لا دي حلوه قوي على سعرها يعني. ودي في منها الوان بقى؟ في منها طبعا. شفنا اللون الاصفر الذهبي اللي هناك، المستردة. المستردة اللي واقف ده. ايوه اللي هو اللي هناك ده. والزهري. انا اقول حلو قوي. يعني الزهري والسيموني والمستردة الثلاثه احلى من بعض. الثلاثه بالظبط. عاملين كمان ميكس حلو خالص. واللي تحت ده بقى ايه؟ دي كمان بقى القماشه اللي تحت الكتان دي برضو يعني تمشي مع كذا حاجه. شايفين؟ حلوه قوي، حلوه قوي. لا الرومال والاتنين ميكس حلو قوي. لا بصراحه يعني لا مش لاقي كلام اقول. طب واللي تحت ده بقى؟ واللي تحت دي برضو اسطنبول. بس دي برضو شكل تالت خالص. لون يعني لون هو يعني تحس ان كل واحده لون كده. ما هي عشان اختلاف الالوان بتحس كانها رسمه تاني. يعني الفرق اهو. ادي اسطنبول برضو. دي اسطنبول. بس الفرق كانها قماشه تاني خالص. كانها قماشه تاني مختلفه. لا حلوه قوي، حلوه قوي. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا رب تكون عجبتكم والتور اللي عملناها عجبتكم. مستنيه كومنتاتكم وارائكم. ما تنسوش لايك وشير للحلقة وسبسكرايب. ومستنيه اشوف عايزين تشوفوا جولات تاني فين وايه الاسعار وايه اللي استفدتوه. رب الحلقة تكون عجبتكم. السلام عليكم واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرار خلقك سلم.